السؤال المهم دلوقتي عند كل اهلاوي، ازاي كولر وازاي النادي الاهلي يقدر يرجع تاني لمستواه. مستواه ده بالمناسبه اللي كان لسه من شهرين بس، وقتها كنت انت محقق 5 بطولات ومسيطر على افريقيا. كانت كل الفرق في افريقيا قبل محليا بتعمل لك الف حساب ايه اللي حصل وايه اللي اتغير. ليه دلوقتي انا كاهلاوي او اي حد اهلاوي بقى عنده تخوف من النادي الاهلي في اللي جاي؟ احنا داخلين على بطوله كاس عالم للانديه، كان عندنا من الحافز اننا عايزين نشوف النادي الاهلي بياخد كاس العالم للانديه او بيصعد حتى لنهائي كاس العالم للانديه. عايزين نحقق ارقام ونكسر ارقام احنا ما عملناش قبل كده في البطوله دي، وخصوصا اننا اكتر فريق مشارك في كاس العالم للانديه برصيد 9 مشاركات. 9 مشاركات، النادي الاهلي اكتر فريق بيشارك في كاس العالم للانديه. لكن بعد او في ظل المستوى السيء اللي في الفتره الاخيره بنشوفه من الفرقه سواء محليا او افريقيا، ما انا مش بس هبص على صن داونز وابص على سيمبا، لا ده احنا حتى في الدوري المحلي بتاعنا المستوى سيء وباين لاي حد ممكن يكون متابع كوره، مش بالضروره انه يكون اهلاوي. هل الاداره لها دور؟ طب هل المشكله في كولر ولا في اللعيبه؟ المشكله فين؟ بالتأكيد الإدارة لها دور، ولكن في رأيي مشاركة الإدارة بنسبة مش هتزيد عن 30-40%، وكمان تأثيرها مش هيبقى مباشر. يعني لو أنا اشتريت مهاجم أو ما اشتريتش باك شمال أو أيا كان، كل ده مش هيفرق معايا في المباريات اللي أنا بلعبها، لأن هو نفس الفريق دلوقتي ونفس المدرب هو اللي كانوا موجودين السنة اللي فاتت. إذا المشكلة عندي في المدرب أو في الجهاز الفني وفي اللعيبة. اللي حصل ان كولر اللي كان جاي للسنه اللي فاتت كان مجرد مدرب مش مشهور، كان مدرب محقق في حياته كلها على بعضها تقريبا بطولتين مش هتزيد عن كده. ومجرد ما وصل النادي الاهلي وهو كان عارف قيمه النادي الاهلي كويس، وشاف ده بعينيه في مضاعفة عدد الجمهور على صفحاته على السوشيال ميديا، في شهرته الواسعة، في تغني الجمهور بيه، وخصوصا انه كان يستاهل. الراجل حقق 5 بطولات، مش بس كده لا، ده كان حتى في مستوى اللعيبه كان بيطور في اداءاتهم. مروان عطيه اللي كان لسه اول مره يشارك في النادي الاهلي اصبح احسن ديفندر في افريقيا مش بس في مصر، كمان كريم فؤاد واكرم توفيق ومحمد هاني وبيرستا ولاعيبه كتير مستواها اتغير والتراب اتنفض من عليهم. حتى حسين الشحات اللي كان في كلام عليه ان هو يمشي او مش هنجدد له. فكل ده ادى كولر ثقة وحقه ياخد الثقة، لكن كولر عشان هو بني ادم زيه زي اي بني ادم ده ممكن يأثر فيه سلبيا. بالفعل ده اللي حصل. نسخة كولر اللي خلت اللعيبة تشارك قدام ريال مدريد زي ما تكون بتشارك قدام اي فريق محلي بنلعب معاه، فبالتأكيد ده كان منعكس من ثقة كولر في نفسه وبالتالي ثقة اللعيبة في نفسها. كولر اللي كان بيدرس كل تفاصيل في كل الفرق وبيعمل حساب لكل حاجة ما بقاش كولر بتاع السنة دي. كولر اللي قدر بعد ماتش سان داونز والهزيمة بخماسية انه يخرج اللعيبة من الحالة النفسية، بالعكس ده قدر يخلي ده حافز ايجابي لهم انهم ياخدوا بطولة افريقيا علشان بس يصالحوا الجمهور. مش هو كولر اللي مش قادر انه يكسب ماتشين باداء على بعض في الدوري، مش هقولك قدام سان داونز وسيمبا. كولر اللي كان بيعمل المداورة بين اللعيبة السنة اللي فاتت بحساب وبنظام، كان بيخلي اللعيب اللي ينزل يشارك بنفس أداء اللعيب الأساسي، لكنه كان عارف إن في لعيب أساسي وفي لعيب احتياطي. أنا بشارك اللعيب اللي بيأدي في التدريبات، لكني في الآخر عندي لعيب أساسي بيشارك مباراتين وثلاثة ورا بعض. مش هو كولر بتاع السنة دي اللي ما تعرفلوش لعيب أساسي من لعيب احتياطي. اللعيبة اللي ما بقاش عندها ثقة في نفسها. أنا كلاعب شارك أساسي مش عارف هبقى موجود الماتش الجاي ولا مش هبقى موجود، ما عنديش طموح إن أنا أجيب عدد أهداف، إن أنا أعمل عدد أسيستات، ما أنا مش عارف أنا هبقى أساسي ولا هبقى احتياطي، فبالتالي مش بطلع أفضل ما عندي وبلعب على كف عفريت، فمش واثق في نفسي. كولر السنة دي اللي في كل مبارياته وفي كل البطولات اللي بيشارك فيها هو بالنسبة له إن هعمل أي حاجة وهتنجح، هعمل أي حاجة وهكسب بيها. هلاعب خط دفاع أول مرة يلعبوا جنب بعض، منهم كريم نيدفيد اللي أصلا آخر مرة شارك فيها كان فيما يزيد عن شهرين 3. ما عندوش أي مشكلة وشايف برضه إن ده عادي. الفرقة اللي ما بقاش فيها تجانس وما بقاش لها شكل، اللعيبة مش واخدة على بعض، مفيش أي توليف بين اللعيبة، برضه مفيش مشكلة، هكسب. محمد عبد المنعم أنا عايز أقعده بره هقعده، كل حاجة عايز أعملها هعملها. ما أنا مشيت سيد عبد الحفيظ، ما أنا بملي شروطي على إدارة النادي الأهلي ومحدش يقدر يكلمني. أنا راجل بكسب، أنا محقق 5 بطولات، أنا بعمل اللي ما يتعملش. لا إدارة ولا جمهور ولا أي حد يقدر يتكلم معايا، فبالتالي هنبقى بالشكل اللي إحنا شايفينه ده.
خصوصا ان كان عندي واحد اسمه مانويل جوزيه. مانويل جوزيه ده كان بيبقى خارج بين الشوطين، ممكن الفرقه تبقى كسبانه 2-0 ويطلع يوبخ ويلوم اللعيبه ويزعق لهم، يقول لابو تريكه وبركات انت زيرو، انت بيك زيرو، انت ما عملتش حاجه، يخلي اللعيب من دول ينزل ويهاتريك يجيب جونين وثلاثه. ليه؟ لانه كان دايما عايز يطلع افضل ما عند اللعيبه، وعشان تطلع افضل ما عند اللعيبه لازم تبقى شايف ان انت كمدير فني جواك حاجه ناقصه، انت لسه ما طلعتش كل اللي تقدر تطلعه من اللعيبة او من الفرقة. لكن لما توصل لمرحلة انك تبقى بتأدي بشكل سيء وتطلع تصريحاتك بعد المباراة تتكلم وتقول لا احنا ما غلطناش، احنا كويسين، احنا ادائنا كويس، اذا انت شايف نفسك كويس، اذا انت شايف ان اداء اللعيبة كويس، اذا انت شايف ان كله تمام ومفيش حاجة عايزة تتغير، فبالتالي بنبان بالشكل اللي احنا موجودين بيه دلوقتي، وبالتالي مش عارفين هنعمل ايه في البطولات اللي احنا داخلين عليها لو استمرينا بالشكل ده. بالتالي التغيير المطلوب والسريع لازم يكون في عقلية كولر نفسه، انه ينزل على ارض الواقع ويفوق في اسرع وقت، لانه هيفوق عاجلا اجلا لو كمل في النادي الاهلي، لو مشي من النادي الاهلي، لو قعد سنة، لو قعد اتنين، اكيد هيوصل للنتيجة دي في وقت ما. ففي رأيي يا ريت يوصل لها بدري، وهي ان لازم انا ككولر افوق، انا عندي مشاكل ولازم احلها، انا ما عملتش حاجة. النادي الاهلي في كل موسم ما بياخدش اقل من بطولتين ثلاثة، انا جيت خدت 5 بطولات. النادي الاهلي متعود على كده، انا ما عملتش حاجة، انا لسه عايز اعمل اي اداء عندي لو كويس في الاحسن منه وفي الافضل. الفتي والتأليف الكتير ده بيبقى نابع من كون ان الشخص حاسس بنفسه وبعبقريته وعنده ثقة زايدة في نفسه. ففي رأيي لازم تلمس الأرض، ولازم ترجع زي ما كنت كولر اللي كان جاي اللي نفسه يحقق وعنده الشغف دايما وباستمرار، وبالتالي ده هينعكس على اللعيبة. ده كان رأيي في اللي حصل اليومين دول، واللي نفسي يتغير في الفترة اللي جاية علشان البطولات والمعمعة اللي احنا داخلين عليها. احنا مش عايزين فضايح، وعايزين ربنا يسترها معانا، احنا لسه داخلين على مانشستر سيتي بس، وربنا يوفق النادي الأهلي في اللي جاي، وشكرا.